يعني يعني هذا يعني ورا ما خلص راح، انا يعني ظليت صافن على نفسي شلون حكيت هيك وياه والله. لانه الشيء اللي تعطينا اياه يعني، يعني موضوع الثقه بالنفس جاي تزرعها بينا مو طبيعيه. يعني قمت يعني احكي ويا العالم بثقه، مو مثل قبل. قبل يعني ما كان عندي ثقه احكي ويا العالم، هسه اكو ثقه كلش قويه. يعني البارحه من نيجي احكي وياي هاي سير ما شنو هاي السوالف، يعني وخلصت وياه الموضوع وراح يعني. هذا قد ايه، هذا قد قلت ايه. عليك بايه يا احمد؟ ايه كنت عملت إيه والله يعني؟ كنت تعرفها اصلا؟ في علاقه بجورجيا. بينك وبينها ولا ايه؟ في ايه اللي حصل؟ لا لا، كنت بجورجيا وكنت جاي اسوي دراب اوف اللود عندي كان. فالجارد شيك كانت بي وحده من البشره السمراء كانت قاعده. فكنت دا احكي وياها، قالت لي انت لازم تسوي كلين اب للتريلر قبل ما تفوت. قلت لها ذاتس نوت ماي جوب. ايه. فالمهم صار شاتنج بيني وبينها. فاخر شيء انا غلطت عليها، قلت لها فاك يو ورحت. ماكو ورا 5 دقائق كان تجي الشرطه علي. ايه حكيت وياهم، يعني انا من حكيت وياك يعني حكيت وياه بطريقه مو طبيعيه. يعني الانجليزيه كلها اللي عندي طلعتها وياه، حكيت وياه يعني وثقه عاليه. حكيت وياه خير شيء يعني، ما شاف اي مبرر يتصل على الشرطه وراح. مشي. اه. شاف اه طريقتك مشي في اه. الكلام، شاف طريقتك في الكلام والتعبيرات اللي انا وحتى بديها لك. حتى قام يضحك وياي بالاخير وظل يسولف، لان حكيت وياه بطريقه يعني، يعني كلش عاليه. هاي ريجستر حكيت وياه. هو ده. هاي ريجستر. استخدم اسلوب الهاي ريجستر مع الشرطه. الشرطه بثقه، عارفة. بثقه عاليه كلش عاليه يعني. هو يعني انا واحكي وياه كنت انت ببالي دكتور، انت كنت ببالي يعني، يعني الشخصيه اللي طلعت كانما انت دا تحكي. تمام. اه. يعني حتى بالاخير يعني شاف اسلوبي كلش نايس وياه وحلو يعني، وحكيت بطريقه يعني زين، وكان يروح بالاخير. هذا جود نايت سير، هذا جود نايت وراح. برافو. برافو. يبقى انا كده بعلم ايه يا احمد؟ بعلم انت حياه. بتعلم كل حاجه، انت بتعلم حياه، بتعلم لغه. انا صراحه ما كانت شخصيتي هيك قبل صراحه يعني. بنغير الشخصيات يا بشر، بنغير الشخصيات. والله غير والله الشخصيات. دكتور، المهاجرين في امريكا بيتعاملوا مع الشرطه. بنعلم ايه تاني؟ هعلم ايه والله تاني؟ دكتور، هعلم ايه دكتور، تاني؟ اتفضل. دكتور والله العظيم انا قبل ما انت كنت تحكي وياي وقبل ما ادخل محاضرات وياك، يعني كانت شخصيتي احسها ضعيفه صراحه يعني. يعني كنت اضوج، اقعد اميل لوحدي. اقول ليش انا مثلا اضوج مرات بالشغل. تعرف اني ساعات طويله اقعد وحدي، 18 19 ساعه اسوق، اقعد ضايج يعني مرات اتخبل. اقول ليش يعني انا هيك دائما هيك يعني الحياه وياي، وليش هيك مشون يعني. بس هسه لا، يعني هذا الشيء كله انتهى. ما قمت احس اني يعني انه انا وحيد، انه اني هذا الشغل ده ياثر علي أو لا، اكو فد هدف قمت اطمح له، لانه انت غيرت فد شغله كلش يعني مهمه عندي. تغيرت هسه، قمت اباوع للمستقبل. وصراحه ذاك الاسبوع غيرت الشغل مالتي، وكنت احكي ويا الباص مال الشركه. يعني من حكيت وياه، حكيت وياه بطريقه، كنت انا بذيك الشركه اخذ 30%. يعني احنا هنا بناخذ لودات، ناخذ يعني نسبه من السعر مالتها. آه. يعني انا كنت اخذ 30%. فمن شاف الانجليزيه مالتي وحكيت وياه، قلت له باوع انا اريد 35%. اذا ما تعطيني 35% انا ما اشتغل وياك. وعلى مود اللغه مالتي، وشاف اللغه مالتي وشلون اتعامل وياهم وكل شيء افتهم، قال لي هاي 35% بس تعال اشتغل وياي بالشركه. وطاني تراك، احدث تراك عنده ترى الله ينار 2023 وطاني. والله دكتور. برافو 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 برافو. الله، هي دي كورسات يا جماعه. هي دي اي كورسات. والله، والله اكو فرق مو طبيعي يعني، حتى بالتعاملات ويا العالم. يعني حتى الاكبر مني قمت اخلي راسي براسه، يعني ما استحي من يمه. يعني هذا قبل كانت عندي فقره انه اشوف الناس اعلى من يمي، مثلا هذا بوس بشركه، هذا مثلا ما اعرف شنو يشتغل. هاي السالفه بعد ما قامت تجي عندي. يعني هاي السالفه قامت انتهت عندي، يعني انه قمت اتعامل ويا الناس انه اخلي راسي براسه يعني. شايف شلون؟ يعني
ما يهمني شيء، لانه انا عرفت الشيء اللي عندي يعني انت الطاقه اللي اعطيتني اياها، الشخصيه الشغلات اللي تغيرت بي. زين، قمت اعرف شلون اتصرف اقلع ويا العالم، قمت اعرف شلون احكي، شلون اتكلم بثقه. برافو برافو. يعني اخذت شغل جديد، اخذت شويه شغله هسه اتحسن، حياتي بدات تتحسن. وقاعد اقرا انا دكتور، يعني انا ادز لك تسجيلات انا مرات، بس والله يعني مرات ضغط الشغل وهسه التغيير اللي صار وسفر كل يوميه من ولايه لولايه. ذاك يوم طلعت من ايداهو رحت لفلوريدا، يعني يوم كامل تقريبا بالطياره. تعرف هنا يعني شويه التنقل يصير طويل هنا بامريكا، يعني مرات 12 13 17 ساعه بالطياره. وتعرف يعني الوقت يعني اخذ، وشغل التركات متعب، حيل متعب. يعني البارحه اني من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 11 بالليل انا اشتغل والله. زين، يعني بس احاول اقرا، انا قاعد اقرا ما اقول لك، يعني خصوصا ذاكر، من ما انا قبل عارف. ما جيت وياي قمت اقرا، يعني اقعد اقرا. واكو تغير مو طبيعي قمت احس بيه. واكو فد نقطه كلش مهمه بالتسجيلات، يعني من واحد يقعد يسجل صوته، هاي اهم فقره. يعني انا كنت ما لاحظها بالبدايه، كنت بس اسمع. زين، بس بعدين من قمت افتح الفيديو واسجل لنفسي والنوبه ارجع اسمعه من جديد، يعني حسيت بفرق مو طبيعي. تمام. طبعا هو شغل ربنا مش انا بني ادم. والله دكتور يعني انا شغل. كلش ممنون دكتور، يعني الحمد لله للصدفه. سبحان الله، هو الولد اللي سوالي تاج بتعليق على الفيديو مالك، انت كنت تحكي عن الحياه بامريكا وشلون دا تمشي هنا الامور والمشاكل وشلون نبعد عنها وستي اواي فور ترابل. هذا الفيديو سوالي الصديق، سوالي تاج، ومنها بديت اتابعك. يعني انا خليت ابغاه على الفيديو. يمكن الفيديو مالك هذا اول فيديو اشوفه، يمكن تقريبا عدت 10 مرات، لانه همك شغلات بيه غيرها، كنت متوقعها شيء وبعدين انت اللي حكيته طلع شيء ثاني. يعني مع التعليقات السلبيه اللي عليك، يعني ما تعجبني حيل. يعني اللي يعلق سلبي حسه مريض، هذا مريض. يعني اللي ما يعرف الدكتور شنو هذا، مريض نفسيا، مريض. انا مرات ابغى تعليقات سلبيه، يعني انت عايش بامريكا ليش ما ترجع لبلدك وهاي الامور، ليش ما تفيد بلدك تفيد امريكا. يعني تعليقات ناس مرضى صراحه يعني. جميل 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 جميل. طبعا سعيد بيك جدا يا احمد، واستمر الله دلوقتي. يسلمك. هو ده التعليم، ان انت يعني تتحسن. عامل ضابط الشرطه لما حس ان جالك، فحس ان انت استخدمت الهاي ريجستر، فرد الفعل بتاعه هو ده التعليم. حس ان انت بتعرف تتكلم، واثق من نفسك، فبناء عليه هرج معاك، قلب الموقف هرج معاك. حاجه جدا تانيه جدا برضو. جدا اه. حاجه جدا تانيه واثق وما خايف يعني. اه، ما هي يعني دي. دكتور انت خليت بي شغله انه ما اخاف بعد من شيء، يعني انه الحياه مستمره واكو امل. اه طبعا. طبعا. الحاجه التانيه برضو ان كون انك تاخد بزنس وتاخد 35%، دي حاجه كويسه جدا. هو ده التعليم، هو ده التعليم اه اللي انت. والله. اه. يعني انا حكيت وياه. انا صراحه دكتور قبل ما اروح احول للشركه وقبل ما ادخل وياك انت شخصيا، والله يعني قبلها كنت متردد اروح اغير شغلي، لانه بوع اللغه مالتي ضعيفه، مستواي ضعيف. اكو شغلات اخاف منها. اصدق بحكي العالم. العالم شلون تحبط، شلون هذه كنت اصدق. انت ليش مثلا رايح مغير هاي الشركه، ابقى بهاي الشركه مالتك، خاف تروح وتخسر. لا، انا قام هذا الحاجز انكسر عندي. لا يعني عرفت نفسي شنو شويه، ثقه صارت اكو، اللغه تغيرت، الشخصيه تغيرت. فرحت قلت لا هالمره لا، حزمت انه اروح اغير شغل. وحكيت ويا هذا الباص مالي، قلت له اني اريد 35%، يلا اجي اشتغل وياك. وشاف اللغه مالتي وحكيت وياه، وحكيت وياه يعني بالشغلات اللي انت علمتني بيها بالفتره اللي احنا كنا تعبيرات نقرا يعني. بيها. مم. يعني بالفتره اللي كنا احنا نقرا بيها انا تعلمت هواي كلمات وحكيتها وياه. تمام. جميل يا من احمد، حكيت برافو. استمر استمر يا احمد، استمر.
استمر، برافو، انت اسعدتني جدا 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 جدا. استمر دكتور، استمر، كله برافو بفضلك عليك. والله، كله. اشكرك. هو طبعا ده يا جماعه شغل بالتوفيق يا ابو حميد، ربنا يوفقك يا ابو الله حميد. طبعا، ربنا يوفقك. هو ده مش شغل انا، ده شغل ربنا، هو اللي فوق ده، هو اللي شايف، وانا بطلبها منه، بقول له غير. انا الماده العلميه والله. انا ممكن اقعد. الله الله يا عم يعني خلينا والله. اتكلم بقى، هو في ايه ده؟ انا بقول لربنا اصلا، انا بقول لربنا. والله انا عندي بقلبي، والله اكو كلام بقلبي، يعني انا ما قال لك، يعني انا هاي اول عارف مره. انا حاسس بيك والله، اول انا مره حاسس بيك. انت اتكلم. كنت فين يا احمد؟ انا حاسس بيك، لا اله الا الله. والله انا اول مره اتكلم، يعني صراحه اكو هواي شغلات، يعني ساكت ما احكي، بس اكو شغلات بداخلي تغيرت. ده شغله هو يا احمد، مش شغل انا. ده الحمد شغله لله. هو. هو اللي الله بيعمل يطول دوت في عمرك. البشر. هو ده اللي بيعمل في البشر، بيغير البشر للاحسن والنجاح. هو ده اللي بيفتح الله. لك مجال رزق. هو انا ما بيستخدمني انا كبني ادم. ما انا نفس طالع ونفس، وفي يوم من الايام هنمشي منها، وانا خالد فيها. انا بقول له كده، استخدمني عشان اغير حياه البشر. التعليم بالنسبه لي مفيش مشكله، انا ممكن اخش اجيب البطانيه واشرح وانا قاعد، مفيش مشكله بالنسبه لي. الماده العلميه الحمد لله، وانا قريت من شويه، في علم، لكن علم في كلش شغل تاني قوي. انا ما اقدرش اعمله بدونه. هو اللي بيغير كده حبيبي. هو اللي فوق، هو علم اللي كلش قوي. بيغير. هو اللي بيغير لك كده. هو اللي وانا ما خلاك شايف. تعمل كده، مش انا. هو بيستخدمني انا في والله. حياتي. بيحط واحد في حياه واحد عشان يغير حياه بني ادم. بس ده شغله هو. كل ده شغله هو، يفتح لك دكتور، مجال رزق. اكو حب الموضوع، يعني انت تحبنا، انت صدق تحبنا. يعني اكو عالم ما تتمنى لك الخير، انا والله تعبت هنا من وراء العالم اللي ما تتمنى الخير. بس الحمد لله، يعني انت وانا ما طول وياك. انا يوم الاحد بالنسبه لي، يعني اليوم ايش قد مشغول، وعندي التراك عطلانه وعندي لود ودا اصلح وهذه، بس كل هذا عفته ورحت. بس مجرد اخذت حمام وطلعت، خابرت البوس، قلت لاني اوف لمده 5 ساعات بس، حتى اجي اسمع انت شو تقول. تمام. اشكرك طبعا يا احمد، انت بتتكلم من قلبك وفرحان، وانا فرحان بيك جدا يا احمد. فاكر يا احمد لما قلت الله لك، يخليك. كلمتني قلت لك ايه يا ابو حميد؟ قلت لك يا احمد ما تقلقش، انا يا ابني معاك بعد ربنا، انا معاك وهوصلك للي انت عايزه. بص النجاح ده يا ابني، ده نجاحك، ده نجاح انا. انت لما البيزنس بتاعك يزيد وبتاخد اللي انت عايزه، والشرطه تجيلك ويبتدي يهرج معاك، عرفوا يا احمد ان انت مليان يا حبيبي. وده تعليم انا، هو ربنا تاني بنقولها، ربنا بيحطني في حياه البني ادمين عشان يغير. لان انا بقول له انا مش بس عايز اعلم وخلاص، انا عايز اغير حياه البشر، وبعد كده انا امشي بقى، خلاص منها. بس قصص النجاح دي بسمعها كل يوم، ادي قصه نجاح اهو. قصه ربنا يطول عمرك النهارده يا واحد دكتور. غيرت حياته في امريكا. هو ده اللي انا عايزه. ربنا يعطيك الصحه والعافيه يا دكتور والله. الحمد لله. الله يخليك ان شاء الله.